هذه قصة رائعة من روائع الأدب العربي الإسلامي، خطها الفيلسوف والأديب ابن طفيل، تحمل بين سطورها عبرة عميقة وحكمة خالدة لكل من كان له شغف بالأدب وبالتراث العربي الإسلامي. نترككم اليوم مع إحدى روائعه الخالدة، قصة حي بن يقظان. أترككم الآن مع الحلقة الأولى من الحلقات 8 لهذه القصة الممتعة، وأتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم. في جزيرة بعيدة، بعيدة إلى حد لا تطأها قدم إنسان، كانت الأمواج تحيط بها من كل جانب، والسكون يلفها ليلاً ونهاراً. لا صوت فيها إلا الريح وحفيف الأشجار ونبض الطبيعة الخفي. في تلك الجزيرة وجد طفل رضيع، لا أب له ولا أم ولا اسم. طفل جاء إلى الدنيا ولم يكن في استقباله بشر، ولا حضن دافئ، ولا كلمة ترحيب. اختلفت الروايات عن كيف وصل إلى هناك. منهم من قال أنه ولد من غير أب ولا أم، كما يولد السر في قلب الطبيعة. ومنهم من قال بل ألقته الأقدار في تابوت صغير، حملته الأمواج حتى لفظته هذه الجزيرة المنسية. لكن المؤكد أن هذا الطفل كان وحيداً، وحيداً في عالم لا يعرف الرحمة ولا يعرف القسوة، عالم لا يتكلم ولا يشرح ولا يعلم، بل يتركك لتفهمه بنفسك. بكى الطفل، وبكاؤه لم يسمعه إنسان، لكن سمعته الطبيعة. سمعته ظبية كانت ترعى قريباً. اقتربت، توقفت، نظرت إلى الكائن الصغير. لم تفهم ما هو، لكن قلبها أدرك أنه محتاج. اقتربت الظبية أكثر، شمت الطفل ولحست وجهه. وفي تلك اللحظة حدث ما سيغير مجرى القصة كلها. قررت الظبية أن ترعاه، أن تطعمه وتدفئه وتحميه كما تحمي صغارها. وهكذا بدأت حياة طفل بلا اسم في جزيرة بلا بشر. لكن هذا الطفل سيكبر وسيتعلم من دون معلم، وسيفكر من دون أن يعلمه أحد كيف يفكر. في الحلقة القادمة سنرى كيف نشأ هذا الطفل بين الحيوانات، وكيف بدأت أسئلته الأولى عن الحياة. لكن الأهم ما الذي سيحدث حين يفقد الظبية التي كانت عالمه كله.